الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أكرمنا بأعظم نعمة الإسلام، وجعلنا من أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا محرك ولا مسكن ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا نافع ولا ضار في هذا الكون إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى والحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء. جاء الحبيب إلى الوجود يتيما، والكون في درب الظلام سقيما، فأنار للكون العليل ظلامه بشريعة لا تقبل التقسيما، فهي الشفاء لكل قلب موجع، ومزاجها بين الورى تسنيما. يا مؤمنون بأن أحمد مرسل، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بما أوصى الله به الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد أيها الكرام، يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا أن جعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد بين لنا الطريق الصحيح الذي فيه نجاتنا وسعادتنا. توفي وهو حريص على هذه الأمة ألا يصيبها عنة أو مشقة أو تفرق أو غضب أو بعد عن الله عز وجل. تعالوا بنا أيها الكرام في هذه الدقائق نربط قلوبنا ونعلق قلوبنا بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر مولده، حتى يزداد تعظيمه في قلوبنا ونعرف قدره وحقه صلى الله عليه وسلم، فنزداد تمسكا بهديه وطريقه، فنسعد بذلك وننجو وننهض من جديد. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الكرام حديث طويل، لكن نتناول اليوم جانباً من معاني الآية التي قرأناها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. لقد أمضى حبيبكم صلى الله عليه وسلم حياته في الدعوة إلى الله، وكان همه أمته، يفكر في أمته،
في حياته وعند موته وبعد موته ويوم القيامة وفي الجنة يكون انشغاله بأمته صلى الله عليه وسلم. والناظر في السيرة النبوية المشرفة يجد صوراً وأمثلة ونماذج كثيرة لهذا المعنى من حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ومدى حرصه وخوفه وشفقته عليهم. نأخذ بعض الأمثلة أيها الكرام. أما الموقف الأول، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في كل صلاة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه ابن حبان: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، رأت ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة، إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. أما الموقف الثاني، شفقته وبكاؤه صلى الله عليه وسلم خوفاً على أمته. تلا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قول سيدنا إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله عز وجل على لسان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره، فقال وهو أعلم، فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بكى النبي صلى الله عليه وسلم خوفاً على هذه الأمة، بكى النبي صلى الله عليه وسلم حرصاً علينا، رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. الموقف الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرانا. جرى أيها الكرام حال المحب أن يشتاق لرؤية من يعرفه ويحبه وقد طال فراقه. أما أن يحدوه الحب إلى رؤية من لم يره من قبل، فهذا حب اقتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أتباعه من أمته. فهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: وددت أني لقيت إخواني. فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. فداؤك آباؤنا وأمهاتنا وأولادنا وأرواحنا يا سيدي يا رسول الله. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام.
الموقف الرابع: النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته. أخرج الإمام البزار بسند فيه ضعف وحسنه بعض المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه حال الأمة، فإن رأى خيرا حمد الله، وإن رأى شرا استغفر الله عز وجل لنا. الموقف الخامس: ويأتي يوم القيامة وتظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى بأمته، وقد أعطى الله عز وجل كل نبي من الأنبياء دعوة مستجابة فنالها كل نبي في الدنيا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم خبأ هذه الدعوة المستجابة إلى يوم القيامة. لماذا؟ ليشفع بها لأمته عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي حديث الشفاعة الطويل الصحيح، عندما تذهب الخلائق إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم لفصل القضاء، فكل نبي من الأنبياء يقول: نفسي نفسي، إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيخر تحت العرش ساجدا، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال له: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يوم القيامة أيها الكرام تظهر الرحمة العظمى صلى الله عليه وسلم، وهو ينتقل في مواطن القيامة ليشفع لأمته. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الترمذي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، طلب منه الشفاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فاعل. فقال سيدنا أنس: فأين أطلبك يا رسول الله؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مشغول بأمته، ينتقل إلى الصراط ليشفع لأمته، ينتقل إلى الميزان ليشفع لأمته، ينتقل إلى الحوض ليشفع بأمته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الكرام، بعد أن سمعنا شيئا عن هذه الرحمة العظمى وعن انشغال قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ألا يستحق حبيبكم صلى الله عليه وسلم أن نرد له هذا الجميل؟ وقد ضحى في حياته صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوصل هذا الدين إلينا.
ألا يستحق أن نزداد محبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستحق أن يزداد حبنا كل يوم وليس يوما في السنة أو شهرا في السنة؟ ألا يستحق أن نترجم هذه المحبة إلى سلوك وتعظيم واقتداء واهتداء وشوق له صلى الله عليه وسلم، بدل أن نجعل من هذه الذكرى صراعا وجدالا وقسوة للقلوب، لنجعلها قربا منه صلى الله عليه وسلم وعهدا جديدا بمن اشتاق إلينا ويسر باجتماعنا وتآلفنا واتباعنا له صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة الكرام الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واختلط حبه بدمائهم وأرواحهم، أحبوا ما كان يحب وكرهوا ما كان يكره، سارعوا لامتثال أمره وتعلقوا به. وهذا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم موضوع آخر يطول الحديث عنه، لكن نريد أيها الكرام أن نشعر بتضحية النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا، فنكون على قدر المسؤولية ونحمل الهم الذي كان يحمله صلى الله عليه وسلم، نشعر بهموم هذه الأمة ونسعى لنصرتها بما نستطيع من وسائل، ونكون قرة عين له صلى الله عليه وسلم، يباهي بنا وبذرياتنا الأمم يوم القيامة. اللهم حقق لنا ذلك يا أكرم الأكرمين. اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه وارزقنا السير على هديه ومتابعته صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله. نتواصى أحبتي بتقوى الله عز وجل، أن نراقب الله في أقوالنا وأفعالنا، في سرنا وجهرنا، إن الله كان عليكم رقيبا. نتواصى أن نتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونجدد العهد معه بقراءة سيرته وشمائله والتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، والسعي لأن نطبق سنته ونحرص على تطبيق سنته. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في أكله، في شربه، في نومه، في دخوله، في خروجه، حتى نشتاق إليه ويعظم في قلوبنا صلى الله عليه وسلم، فنزداد تمسكا واتباعا له صلى الله عليه وسلم. نتواصى أيها الكرام بأن نرفع البلاء عن أنفسنا بالإكثار من الصدقات. هذا الصرح القرآني المبارك، هذه المؤسسة المباركة تنتظر جودكم وإحسانكم ليكون لكم ذخرا عند الله عز وجل يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك الفرج القريب لهذه الأمة. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا فرجا قريبا للمظلومين والمستضعفين والمنكوبين يا أكرم الأكرمين. نسألك فرجا قريبا لأهلنا في غزة، اللهم طال الكرب عليهم ولا مفرج لهم إلا أنت يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن المظلومين والمستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي كل بلد مسلم يستضعف فيه المسلمون يا أكرم الأكرمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، وتنتقم فيه من أهل الظلم والطغيان،
وتتوب فيه على أهل الذنوب والعصيان. اللهم يا ربنا خلقنا بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه والاقتداء بهديه والتخلق بأخلاقه، واجعلنا جميعا يا ربنا قرة عين له صلى الله عليه وسلم. اللهم واعط كل واحد منا سؤله فيما يرضيك من خير الدنيا والآخرة. صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.